السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مع السؤال اللي بتكرر كتير. إيه هي الأسئلة اللي بتسألها في المقابلة الشخصية وأنا مقدم على فرصة سفر؟ كتير من المكاتب في الفترة الأخيرة من أول شهر 4 لشهر 8 بينزلوا إعلانات سفر لمدرسين ومعلمين تربية خاصة وأخصائيين تخاطب في مدارس السعودية ومدارس عمان. وبعد شهر 8 بتبدأ المراكز بتاعة السعودية وبتاعة عمان تنزل برضو فترة شهرين 3 تطلب أخصائيين تربية خاصة. طيب سواء مدارس أو مراكز، إيه هي الأسئلة اللي بتسألها في الانترفيو أو المقابلة الشخصية وأنا مقدم على فرصة سفر كمعلم تربية خاصة أو أخصائي تربية خاصة أو أخصائي تخاطب؟ أنت بتتسأل 4 أسئلة. ال4 أسئلة دول تتلخص في السؤال الأول: عرف نفسك. بتتكلم عن خبراتك، بتتكلم عن مهاراتك، بتتكلم عن دراساتك، الدراسات الأساسية بتاعتك، الدراسات العليا، المؤهل الأساسي، الماجستير والدكتوراه، الأماكن اللي اشتغلت بيها، الخبرات اللي عندك، الأطفال اللي اشتغلت معاها، الحالات اللي اشتغلت معاها إلى آخره. رقم 2: بتسأل عن برنامج، لا اما برامج انت شغال بيها فيسألك يقول لك انت شغال ببرنامج ايه، اشرح لي البرنامج اللي انت شغال بيه، بتعمل بيه ايه مع الاطفال، او يبقى هو عنده برامج يسألك فيه. يقول لك تعرف ايه عن برنامج ايبولز، تعرف ايه عن البرنامج المصري للغة والتخاطب، تعرف ايه عن برنامج لوبس، تعرف ايه. يبقى لا اما هو عنده برامج بيسألك عنها، لا اما يقول لك انت شغال ببرامج ايه، قول لي بتشتغل بيها ازاي. رقم 3: بيسألك عن الحالات اللي انت اشتغلت معاها. نفس قصة البرامج، لا اما يسألك عن الحالات بتاعتك، انت اشتغلت مع حالات ايه، عملت مع التوحد ايه، بتعمل مع الإعاقة العقلية ايه، بتعمل مع صعوبات التعلم ايه، او يسألك هو عن حالة لو طفل توحد وصفاته كذا 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 تشتغل معاه ازاي، تحط له برنامج ازاي، ايه الاهداف اللي هتمشي عليها. لو طفل إعاقة عقلية ومشكلته كذا 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 هتشتغل معاه ازاي، هتعمل معاه ايه الاهداف اللي هتشتغل عليها، ايه البرامج يبقى يسألك عن حالة عنده. رقم 4 وسؤال مهم جدا، بيسألك عن موقف. يقول لك لو ولي امر قال لك كذا ترد عليه وتقول له ايه. لو طفل هو قاعد في الفصل عمل مشكلة كذا رد فعلك هيبقى ايه. لو الطفل قال لك كذا هتعمل معاه ايه. لو طفلين اتخانقوا مع بعض، لو طفل ضرب صاحبه، لو طفل خد القلم وشكشك صاحبه رد فعلك هيبقى ايه. لو جه زميلك في الشغل قال لك كذا هترد عليه وتقول له ايه. لو انت قاعد في المدرسة وحصل موقف كذا هتتصرف ازاي. ده الموقف اللي بيسألك فيه. يبقى انت بتسأل 4 أسئلة: عرف نفسك وتقول كل بياناتك وكل دراساتك وكل شغلك. بيسألك عن برامج، لا اما البرامج اللي انت شغال بيها، لا اما البرامج اللي هو عاوز يعرفها. بيسألك عن حالات، لا اما الحالات اللي انت شغال معاها، لا اما حالات عنده هو عاوز يعرفها. وبيسألك عن موقف. في مقابلات كتير بيسأل ال4 أسئلة، وفي مقابلات كتير بيكتفي بعرف نفسك بس، وفي مقابلات كتير بيكتفي بالموقف اللي بيقوله لك، وفي مقابلات بيسألك عن البرامج اللي انت شغال بيها وبيسألك عن برامج عنده، وبيسألك عن الحالات اللي انت شغال بيها وبيسألك عن الحالات اللي عنده. لكن المقابلات الشخصية بتخرجش عن ال4 مقابلات دول. طيب ده بالنسبة للأخصائيين. طيب بالنسبة للأخصائي النفسي نفس ال4 أسئلة، ولكن بيزود عليها بيسألك عن المقاييس والاختبارات اللي انت شغال بيها. طيب بالنسبة للمعلم، معلم انجليزي، لغة عربية، دراسات، علوم الى اخره، بيقول لك حضر درس واشرحه لي. قوم اشرح لي درس عربي كأننا قاعدين في الفصل وورينا هتشرح ازاي. الاسئلة ما بتخرجش عن ال4 اسئلة دول. موسم السفر شغال من شهر 4 لحد شهر 8. بعد شهر 8 المدارس بتقف وبيبدأ يشتغل المراكز. كله يجهز نفسه، كله يجهز الاسئلة، كله يوضب الاسئلة بتاعته ويستعد للمقابلات الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.